التلفازه وفي اي حاجه راه ما تشوفوا فيه، ولكن انتما ملي غادي تمشيو اظن بان واحد العدد كبير منكم ما عمره ما مشى للحج، ياك؟ كاين كبير الناس اللي ما عمرهم ما مشاو. وغنقول لكم واحد السر، راه المره الاولى اللي غادي تشوفوا بها الكعبه، هذه المره ملي غادي تمشيو راه عمركم ما غادي تشوفوها مره اخرى وغادي تعاود تمشيو 5000 مره. اذا هذيك المره الاولى هي اللي كيكون فيها الدعاء مستجاب. اذا ما تضيعوش هذه الفرصه، الله يجازيكم بخير. حرصوا على هذه الفرصه، ما تضيعوهاش. اول نظره للكعبه راه فيها الدعاء مستجاب. اذا الانسان يوجد راسو باش انه ملي نوصل للكعبه وغادي نشوفها ندعي داكشي اللي كتب الله، نوجد راسي للدعاء باش ندعي بها باش الله سبحانه وتعالى يستجيب. ما نبقاش لاهي نصور الكعبه وانتم شوفوني ندير السيلفي انا راني حدا الكعبه. انتم الله سبحانه وتعالى من عليكم باش غادي تمشيو للحج ان شاء الله بحول الله. نتمنى لكم ان شاء الله بحول الله باش يكون حج مبرور وسعي مشكور، تمشيو سالمين ان شاء الله وتجيو غالمين ان شاء الله بحول الله. بغيت نتقاسم معكم، راه وجدوا لي واحد الكلمه اللي ما غنقراهاش، غادي نقول شي حاجه اللي كتب لي الله فيها، ياك؟ ما كاين مشكله الحج. هو الحمد لله انتم فزتوا بالقرعه، وكان واحد الالاف ديال الناس اللي داروا القرعه ولكن ما يسترهمش الله، لان غادي النوبه ديالهم عاد غادي يمشي. انتم غتجيو دابا ان شاء الله بحول الله غتمشيو للحج، ونتمنوا باش انكم تغتنموا هذه الفرصه مزيان وما تضيعوش هذه الفرصه، الله يجازيكم بخير. لان الحج فريضه من فرائض الاسلام، ركن من اركان الاسلام عفوا، وبالتالي خصنا نديروه بالواجب ديالو كيفاش خصو يكون، وبالتالي ما خصنا نديرو حتى شي حاجه اللي غادي تخسر هذا الحج ديالنا كيف ما بغى يكون الحال ديالنا. اذا خصنا نصبروا وخصنا نتعاملوا مع بعضياتنا بها هي احسن، وان شاء الله بحول الله نأديو الفريضه ديالنا والركن ديالنا في احسن الظروف ان شاء الله بحول الله. عندي لكم واحد الطلب، الله يجازيكم بخير، قبل ما تمشيو ان شاء الله بحول الله، باقي لكم هاد 3 ايام ولا 4 ايام ولا 5 ايام باش تمشيو، تصالحوا مع الاهل ديالكم، تصالحوا مع الجيران ديالكم، تصالحوا مع الاخوان ديالكم، تصالحوا مع الاخوات ديالكم، مع الوالدين ديالكم، ما تخليو حتى شي ضغينه بينكم وبينهم، الله يجازيكم بخير. يعني واحد السيد كانوا غادي يديروا الزياره ديال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان شويه ديال الزحام، وغادي واحد الراجل موراه هو ولده مصريين، الولد بدا كيهضر كان وليد صغير، قال له بالمصريه باللهجه ديالهم اسكت اولدي راه حنا في المقام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، ان هذا عنده واحد المحبه للرسول صلى الله عليه وسلم، ما كاين ماشي حتى وصل قدام القبر حنا نقول عن قلب دفع فيا ندفع فيك، راه كاين هذا لا سكت انت لا دير هذه مسائل. الله يجزيكم بخير، راه كتقتضي الاحترام، كتقتضي اننا نحترموا هذا الشيء بشكل اللي خاصو يكون. ومره اخرى نغتنموا هذا الشيء، الله يجزيكم بخير، نغتنموا هذه الفرصه، نختموها في الدعاء، نختموها في قراءه القران، نختموها في النظر الى الكعبه، النظر للكعبه راه عباده. ما نبقاوش لاهين هوا نمشيو للسوق، نمشيو للقيساريه الفلانيه، نمشيو لسوق الليل، نمشيو لسوق النهار، نشوفوا واش نشريو واش نديروا. هذاك اللي غادي تمشي تقلب تشري له شي حاجه، ولدك ولا بنتك الا عزيز عليك، من الاحسن نوقف قدام الكعبه وتدعي معاه. ديك الدعوه راه احسن هديه واكبر هديه واجمل هديه اللي يمكن لك تعطي ليه. اما يبقى الانسان يخلي المناسك ويخلي هذه المنطقه اللي هو مشوق لها هذه مده وما عمره ما شافها وغادي يمشي لها ويخليها ويبقى يشوف في اي حاجه راه تشوفوا. ولكن انتما ملي غادي تمشيو اظن بان واحد العدد كبير منكم ما عمره ما مشى للحج، ياك؟ كاين كبير الناس اللي ما عمرهم ما مشاو. وغنقول لكم واحد السر، راه المره الاولى اللي غادي تشوفوا بها الكعبه، هذه المره ملي غادي تمشيو راه عمركم ما غادي تشوفوها مره اخرى وغادي تعاود تمشيو 5000 مره. اذا هذيك المره الاولى هي اللي كيكون فيها الدعاء مستجاب. اذا ما تضيعوش هذه الفرصه، الله يجازيكم بخير. حرصوا على هذه الفرصه، ما تضيعوهاش. اول نظره للكعبه راه فيها الدعاء مستجاب. اذا الانسان يوجد راسو باش انه ملي نوصل للكعبه وغادي نشوفها الله حق حمده، وما من نعمة إلا من عنده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده سبحانه وتعالى حمد العارفين به، حمد المقرين بجوده وإحسانه، حمد المعترفين بآلائه وأفضاله، حمد الخاضعين لسلطانه، حمد الراضين بقضائه وقدره، حمد الطامعين في واسع رحمته. ونصلي ونسلم
على من قال خذوا عني مناسككم. نصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كلمة فضيلة عامل صاحب الجلالة على إقليم قريطرة كانت كلمة جامعة مانعة شملت التوجيهات الدينية والأخلاقية وكل ذلك، وأنا إن شاء الله ما بقي لي إلا أن أنسج على منواله وأسير على خطاه في بعض الإشارات التي كنا قد وقفنا عليها جميعا. وهذه الإشارات هي التي وردت في رسالة أمير المؤمنين لهذه السنة للحجاج جميعا وأنتم منهم. أوصاكم حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، أوصاكم بجملة من الوصايا الثمينة الغالية، هي وصايا قبل ذلك قرآنية ربانية لابد أن تأخذوها بعين الاعتبار، فهي وصية من محب لأحبائه، من أمير يحب أهله ويحب مواطنيه إلى أمة تحب ملكها وتقدره وتعزه ولا تدخر وسعا في الدعاء له في كل وقت وحين. أوصاكم كما قال سيد العامي بتقوى الله عز وجل، وهي وصية الله الأولين والآخرين. أشو؟ يبقى الجنة. عارفين التتمة ديالو ولا حفظتوها ولا لا؟ قيل وما بره يا رسول الله؟ قال إطعام الطعام وطيب الكلام. أنتم تحتاجون في تلكم الزيارة المباركة إلى الكلام الطيب. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. قولوا غير الزينة، الكلام الزين الطيب المبارك الذي يديم العشرة بينكم بالمعروف وتزيد في الأخوة وتزيد في المحبة، وهذا جماع الخير كله. ولهذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والبر ديالو والكلام الطيب. وصية أخرى أوصاكم بها أمير المؤمنين هي أن تكونوا خير سفراء لهذا البلد. هذا بلد الدين، بلد القرآن، بلد السنة، بلد الذي يختم فيه القرآن كل يوم كل شهر. وأنتم تعلمون أن القرآن يقرأ في أكثر من 50,000 مسجد في هذا البلد، ويختم كل شهر أكثر من 50,000 ختمة. ينبغي أن يرى على أهله أخلاق القرآن، يشوفوا الناس يقولوا فعلا هؤلاء أبناء بلد يختم فيه القرآن كل شهر آلاف من المرات. ولهذا فلتكن أخلاقكم أخلاق القرآن، سفراء لهذا البلد الذي هو بلد الدين كما قلت. ولا تنسوا الوصية الأخيرة التي أوصى بها أمير المؤمنين الدعاء. الدعاء له، لأنه هو السائر على أمنكم، على صحتكم، وعلى أن تؤدوا كل الأمور بأحسن الأحوال. لا تنسوا الدعاء له بالصحة والنصر والعزة والتمكين في كل وقت.